كل جمهور الزمالك يقف احترام وتقدير لكوماندوز يد نادي الزمالك، للعيبة كرة اليد بنادي الزمالك. لعيبة ايه يا باشا؟ لرجالة يد نادي الزمالك، اللعيبة اللي في ظل الأزمات والظروف الصعبة ولكن خايفين وعارفين قيمة التيشيرت اللي هم لابسينه، عارفين قيمة كيان نادي الزمالك. هكلمك على خبر سعيد بخصوص احمد السيد زيزو بعد ما خلص كلامي على رجالة يد الزمالك، ولكن في البداية بتمنى من كل اخواتي الزملكاوية ادعمونا يا جماعة بلايك للفيديو عشان يوصل لجمهور الزمالك، وعشان في مشاكل بتقابلني في القناة. اللايك اقسم بالله ما بيفرق معايا ولكن بيفرق مع اليوتيوب، وفي مشاكل عندي في القناة، فخدمتك ليا الوحيدة انك تعمل لي لايك على الفيديو مش اكتر. لعيبة الزمالك ب7 لعيبة النهاردة، حارس مرمى و6 لعيبة بيلعبوا سموحة، وقدروا يعملوا ريمونتادا ويحولوا تأخرهم من 5 أهداف أو تأخرهم ب5 أهداف قدام سموحة لفوز 29-28. فرق هدف ولكن ريمونتادا. بقول لك بلعب ب7 لعيبة قدام سموحة. واحد هيقول لي يا عم ما هو العادي ان الزمالك يفوز على سموحة ويفوز على المعادي ويفوز، مش انا معاك، هو ده العادي، ده العادي، ولكن اللي مش عادي ان انا العب ب7 لعيبة بس والتأيل كلها بره. ما اتحاد الكرة متعنت معاه مش عاوز يديني كرنيهات اللعيبة، احمد الاحمر وما ادراك والتأيل كلها. نعم اللعيبة اللي كانت موجودة ما تقلش حاجة عن اللي بره او مش او ان اللي مش موجود، كلهم رجاله ولازم ياخدوا حقهم، ياخدوا حقهم في الاعلام وياخدوا حقهم الدنيا كلها تعرفهم وياخدوا حقهم في كل حاجه. لعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، لعيبه بتعاني من ازمات وظروف، وكلنا شفنا المشاكل وشفنا الظروف اللي مروا بيها في البطوله العربيه وازاي سافروا، ولدرجه ان جمهور الزمالك او رابطه جمهور الزمالك في السعوديه هم اللي جابوا لهم الاتوبيس وجابوا لهم الاكل، وشفت الاداء اللي هم ادوه لك في البطوله العربيه، الاداء المشرف. فكل التحيه وكل الاحترام وكل التقدير لكل لعيبه وكل رجاله كوماندوز نادي الزمالك. نعم كرة اليد مش هي اللعبة الشعبية الأولى داخل نادي الزمالك، كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى، ولكن كرة اليد هي اللعبة الشعبية الثانية، ولكن بالنسبة لنا احنا لا تقل قيمة عن كرة القدم. بجد كل التحية لكل العاملين في الجهاز الفني واللعيبة، وبتمنى حل الأزمة دي بسرعة يا جماعة، بتمنى حلها بسرعة. يعني ما بالك بقى لو دخلت في مباريات تانية تقيلة، معلش الكترة تغلب الشجاعة، الكترة تغلب الشجاعة. فمن الوارد ان احنا نقع، من الوارد ان احنا نخسر، من الوارد. بتمنى حل الازمة بتاعت كرة اليد في اسرع وقت، واللاعيبة تاخد كارنيهات. 22 لاعب مقدمين القائمة بتاعتنا بيهم جالنا بس 7. ما ينفعش جالها 10 لعيبة من ال 22 واحد، يعني 2 حراس مرمى وال8 اللي التانيين من ضمنهم واحد مصاب. فما ينفعش. بتمنى حل الازمه دي بسرعه. طيب بالنسبه لزيزو، عشان الناس اللي هي ما بتبطل هاري، ما بتبطلش هاري وما بتبطلش هاب، والناس اللي كلاكه، زيزو باقي في نادي الزمالك. زيزو مش ماشي من نادي الزمالك، زيزو مش خارج من نادي الزمالك، وعلى مسؤوليتي. الكابتن طارق السيد طلع على صفحته وكتب 3 كلمات بس: زيزو مكمل للزمالك. خلص الكلام.
اي حد بيهري، اي حد بيفتي، بطلوا. محدش يستغل الظروف النادي الصعبة اللي بيمر بيها والكل يقعد يلعب على ودان اللعيب. احمد فتوح هيجدد، اللعيبه متحملين ظروف النادي ومقدرين ظروف النادي وناويين ان هم يكملوا ويقفوا جنب نادي الزمالك. لو مجلس الاستاذ مرتضى منصور كان كمل، احمد فتوح كان خارج نادي الزمالك على لسان احمد فتوح. لو المجلس اللي فات كان كمل، انا كنت خارج من نادي الزمالك مش هكمل. ولكن اللعيبه واقفه جنب نادي الزمالك. النهارده دخل 5 مليون جنيه. نعم رقم صغير، هو بالنسبه لنا احنا كبير، ولكن في عز او في ظل الظروف والازمات اللي في نادي الزمالك رقم صغير ما يحلش حاجه. 5 مليون جنيه دخلوا لخزنه الزمالك النهارده من ايجارات المحلات الجديده اللي في سور نادي الزمالك، ولكن هتتخصص الفلوس دي عشان دفع اجور الموظفين اللي الموظفين والعمال داخل نادي الزمالك. والعمال هم ابدى من اي حد. عمال نادي الزمالك، العمال الغلابه، العمال البسيطه هم ابدى. ان شاء الله القادم افضل. مش عاوز اتكلم في اي حاجه تانية لان انا تعبت من كتر الاخبار السيئه، فمش عاوز اقول اخبار سيئه. انا مش هخرج اتكلم معاكم الا في الاخبار الكويسه بجد، لان انا نفسيا تعبت اكتر منكم. بالتوفيق لنادينا ان شاء الله في كل ما هو قادم. شكرا لكم. سلام عليكم.